يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري، وذلك بعد تعادل الفريق في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر وفقده أول نقطتين في الصراع نحو اللقب. وسيلتقي الأهلي مع فاركو في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط. وأعلن نادي فاركو رحيل البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي وتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، وسيتولى قيادة الفريق أمام الأهلي في المباراة القادمة. وسيخوض النادي الأهلي 9 مباريات قوية في الدوري العام وكأس مصر قبل السفر للمغرب لبدء مهمته في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، باعتباره وصيفا لدوري أبطال أفريقيا.